بدايتنا مع ولاد رزق وهم داخلين واحد من اكبر الكباريهات في البلد. اخدوا التعليمات من رضا وقال لهم كلمته المعتاده: ظهرنا في ظهر بعض ومفيش عوق الا باشاره مني انا وبس. دخلوا واتفرقوا، اللي راح يمين واللي راح شمال. وبعد ما انتشروا هنا وهنا بنتعرف بالشربيني. الراجل ده يا معلم يبقى صاحب الكباريه اللي احنا فيه، قلبه ميت وما بيعملش اعتبار لحد، وتقدر تقول ان احترامه الوحيد للفلوس. مفيش دقايق الا وكان الخبر وصل له بان ولاد رزق موجودين في الصاله. المعلومه هنا ان ولاد رزق لما بيدخلوا مكان فاعرف ان العركه هتقوم، قام باعت رجالته سحبوا ربيع ورمضان ورضا. كوري قال لك ما بدهاش، وبوم قامت العركه. شويه اكشن من هنا على شويه اكشن من هنا، والليله خلصت لما الشربيني حضر. عايزين ايه يا ولاد رزق؟ قعدوا يضيعوا في وقت، وبعد هري كتير عربيه دخلت وصنفرت المكان باللي فيه. مين بقى اللي سايقها؟ الشايب. فرده جديده بتنضم معانا لولاد رزق، راجل قلبه ميت وسواق بريمو. بعد ما عمل النمره التمام اخد الرجاله ومشي، ولسه هيخرجوا ظهرت عصابه جديده وخطفوا رضا. طب مين الناس دي؟ قالوا لك احنا رجاله سلطان الغول، ولو عايز تعرف مين هو سلطان الغول، هو ده سلطان الغول. فاكر بقى اللي قلته لك عن ولاد رزق في المقدمه؟ اهو كل حاجه شمال عملوها في حياتهم ما تجيش 1% من اللي الراجل ده بيعمله. الراجل ده تقدر تقول بابا المجال بتاع الشر، عمه وجده وخاله بتاع الاذيه. معاه فلوس ملهاش عدد، وكل رجالته بيختارهم من جوه عيلته. يعني مفيش مجال انك تخونه او تغدر بيه او تسرب عنه معلومه. تمام لحد كده؟ تمام. واحد هيسالني ويقول لي طب وهم ولاد رزق ايه وداهم اصلا الكباريه بتاع شربيني؟ ما احنا معرفناش ايه لازمه الاكشن اللي عملوه. اتقل وهتفهم في الاخر. المهم يا سيدي، صاحبنا ده بيعرفنا بيه اكتر وبيقول لك انا لا بروح لحد ولا بظهر في اي حكايه، وبما انك يا عم رضا قابلتني وشفتني يبقى عمرك انتهى لحد هنا. بس قبل ما انهي حياتك بايدي عايزك تحكي لي قصه ولاد رزق. ما هو انا فضولي جدا وعايز اعرف مين ولاد رزق اللي علموا عليا وسرقوا حاجتي. حاجته اللي اتسرقت دي بقى هنعرفها قدام شويه، لكن دلوقتي خلينا مع رضا وهو بيحكي لنا قصته هو واخواته. اسمع معايا. بدايه الكلام قال لك انا واخواتي تعهدنا اول ما نمسك قرشين حلوين هنبطل الشمال ونمشي في العدل، وبالفعل بطلنا، بس واضح ان الفلوس دي كان فيها لعنه. اول ما دخلت فرقت ما بيننا وكل واحد مشي بدماغه. يعني عندك انا فتحت اجانس عربيات وربيع فتح كباريه، وبما اننا فتحنا الكلام عن ربيع فخليني اعرفك انه في الفتره دي كان خاطب واحده مكفره سيئاته، سمر خطيبه ربيع اللي بتغير عليه من الهوا الطاير. وان جيت للحق معاها حق، اصل ربيع ده اكتر واحد شمال في اخواته واكتر واحد بيعشق حاجه اسمها ستات. طيب وبالنسبه للاخ الثالث قال لك رمضان ده غلبان، نموه كان متاخر، ولما بدا يشد حيله شرخ وفتح على البحري وبقى مقضيها مع الستات. وكمل وقال حتى انا سبت البيت ومراتي واهلي ورحت عشت لوحدي، وكل ما احاول ابعد عن الغلط اضعف وارجع. مراته تسكت؟ لا طبعا، هي كمان بقت مقضياها لكن على الهادي، يعني خروج وفسح وبس. في الفتره دي حياتهم كانت ماشيه هاديه ومفيش اي اكشن. وفي يوم معرض العربيات بتاع رضا انفجر بكل اللي فيه. ومين اللي عملها؟ المعلم صقر. المعلم صقر اللي بنعرف انه في الاساس متحالف مع شربيني. المشكله مش في المعرض وبس، المشكله ان الانفجار حصل بعد ما فلوس التامين المعرض انتهت بايام. يعني ولاد رزق في ثانيه الا ثانيه بقوا على الابيض. خد عندك كمان ان صقر بعد ما عمل عملته اختفى، وقتها ما كانش قدامهم غير انهم يدوروا على اللي يقدر يجيبه، ومين يعرف يعملها احسن من الشايب. ومن هنا حصل الاتفاق بين الشايب وولاد رزق. واحد هيسالني ويقول لي الله، هو مش كان معاهم اصلا في بدايه الملخص؟ هقول لك بس احنا دلوقتي رجعنا للماضي ورضا بيحكي لنا القصه من الاول. الاتفاق ده بقى يا معلم اتقال فيه كلام مهم جدا. اهم نقطه فيه ان الشايب قال لك موضوع تفجير المعرض مش سكه صقر، لا شربيني اللي عملها. طب وايه لم الشامي على المغربي؟ قال لك ما هو صقر والشربيني اتعرفوا على بعض ايام ما كانوا في السجن، ومش كده وبس، دول كمان طلبوا مني اشتغل عليكم بس انا اللي مرضتش. ما انا نسيت اقول لك ان الشايب ابن منطقتهم، والقعده دي كانت بتحصل كتير، بس اللي قلبهم عليه ان سكته شمال بزياده. وهم في الطريق راجعين لقوا رجاله النونو قاطعين الطريق. قال ايه النونو عايزهم؟ مين النونو ده كمان؟ ده يا معلم واحد عبقري بس مجنون. ومجنون هنا اقصد بيها انه بيقتل البني ادمين كانه بيقتل حشرات عادي جدا. وعلشان اوضح لك كلامي جاب لهم واحد عليه فلوس وربط في رجله اسوره وراح مفجرها بكل برود. يعني النمره المتينه اتعملت وخلت الرجاله تبلع ريقها كده اهو، وما بقاش قدامهم غير ان هم كمان يسددوا فلوسه. ما هو اتضح ان رضا سحب من النونو 50 مليون، ولو ما سددهمش خلال شهر هم كمان رجليهم هتطير. الكلام ده خلى الاخوات يقعوا في بعض ولبسوها لرضا. ما هو انت اللي كنت عايز تكبر المعرض وتعمل لي فيها ابو غالي للسيارات، وادينا لبسنا. طب والحل؟ كده مفيش غير انهم يرجعوا للشغل الشمال. مصلحه كبيره تخليهم يلموا الفلوس دي في شهر ويسكتوا النونو وتبقى اتعشت. ايه بقى المصلحه دي؟ مفيش غير رؤوف
حمزاوي ملك المصالح اللي فيها عوق واللي برضه فيها فلوس بالملايين. اسمع قال ايه: عندي ليكوا عمليه هنضرب فيها عصفورين بحجر واحد، هنسرق ساعه قيمتها 20 مليون دولار، ساعه دهب مترصعه بالالماظ مفيش منها غير نسخه واحده بس في العالم كله، وقال لك ان صاحب الساعه دي مأمن عليها وعايز يسرقها علشان فلوس التأمين. احنا بقى دورنا نسرق الساعه من مكانها في السعوديه، وانا عندي اللي هيشتريها مني جوه مصر. كمان قال لك ان هيكون لابسها ملاكم عالمي في ماتش متذاع قدام العالم كله، يعني ملك الساعه قال يعمل بروباجندا حواليها بحيث لما تتسرق يبقى هو في السليم. من الاخر عمليه تقيله ومش سهله، بس نصيبهم فيها 5 مليون اخضر، يعني حوالي ربع مليار جنيه. خد المفاجاه دي، صاحب الساعه يبقى سلطان الغول. وبكده فهمنا هو ليه خطف رضا وليه رضا قاعد يحكي لنا القصه دي من الاول. طيب نكمل الحكايه. ولاد رزق دلوقتي قدامهم مشكلتين، الاولى العمليه المره دي في السعوديه يعني بره ارضنا، بس المشكله دي ليها حل. رضا قال لك ما هو بره ارضنا يعني محدش يعرفنا. طيب ماشي، والمشكله الثانيه الرجاله دي هيحتاجوا يسافروا ويعملوا معاينه للمكان اللي فيه الساعه، ما هو العمليه مش هتتم عمياني. دي بقى حلها عند رؤوف، قال لك باسبورات مضروبه، فلوس، مصاريف، اي حاجه هتحتاجوها موجوده وسهله. حلو الكلام. يتبقى سنتوفه صغيره قد كده اهو، لما العمليه تتم ويسرقوا الساعه هيرجعوا بيها مصر ازاي؟ برضه رؤوف حلها وقال لك عندي واحد هيقابلكوا هناك وياخدها منكوا وترجعوا مصر سالمين غانمين، وبعدين هقابلكوا واديكوا نصيبكوا. تمام؟ لا مش تمام، اصل افرض الراجل بتاعك يا عم رؤوف خد الساعه وهبق، نلبس احنا؟ قال لك لا، ما هو احنا قبل ما نديله الساعه هنكون شلنا منها الالماظ ويعدي هو بيها، وبعدين نقابله في مصر وكل واحد ياخد نصيبه. اتعشت. معلومه اخيره بنعرفها وهي ان رؤوف لما كان بيعس على العمليه دي عرف ان صقر واخدها مقاوله من سلطان الغول. يعني ايه الكلام الغريب ده يا عم زيزو؟ هقول لك. ولاد رزق بما ان ليهم طار بايت مع صقر بعد ما حرق لهم المعرض، فلما يسرقوا الساعه هيبقوا لبسوه مع سلطان الغول، وبكده فهمنا هم ازاي هيضربوا عصفورين بحجر واحد. العصفور الاول هيخلصوا من صقر من غير ما يلطوا نفسهم، والعصفور الثاني هيقفشوا الملايين ويسددوا فلوس النونو. جميل قوي، بس تفتكر هيقدروا يعملوها؟ كمل معايا وهفاجئك. نرجع لرضا بيكمل الحكايه مع سلطان وقال له بيني وبينك احنا كنا عارفين ان العمليه دي كبيره علينا، بس لو عدت هتبقى القاضيه. وبالفعل ولاد رزق راحوا السعوديه وبداوا المعاينه. احنا دلوقتي جوه فندق وهنتعرف بشخصيه جديده، رغد او رغده. مش محتاج اقول لك ان مزه زي دي في وقت زي ده خلت الرجاله عينيها تزغلل، وخصوصا ربيع اللي ملحقش يفرح بالمزه لان سمر رنت عليه وعرفت انه بره مصر. بتعمل ايه بره مصر يا ربيع؟ قال لها مفيش، بشتري بدله فرحنا يا حبيبتي. قرون الاستشعار اشتغلت وما صدقتش ولا كلمه من كلامه. بعدها اتعمل المؤتمر الصحفي اللي هيعرفوا فيه الساعه، قالوا لك فيها 880 قيراط و425 فص الماظ، واتصممت في 5 سنين. يعني ايه؟ هتلاقي جيش بيحرسها. فبعد فحص ومعاينه كتير ما كانش ينفع يسرقوها من جوه الفندق. الحل الوحيد يراقبوا الدراع اليمين لسلطان الغول، ومن خلاله هيعرفوا افضل مكان يسرقوها منه. فدخلوا اوضته وزرعوا كاميرات ومايكات في كل حته، وعرفوا من الكلام التوقيت اللي رجاله سلطان الغول ناويين يسرقوا فيه الساعه. اذا الوقت الامثل لتنفيذ العمليه هو يوم الماتش. وبالشكل ده بيتبقى معانا مشكله، الرجاله علشان تدخل المكان اللي فيه الخزنه بتاعه الساعه يلزمهم تصاريح، والتصاريح دي مش موجوده غير مع البنت اللي شغاله مع سلطان الغول. مش محتاج اقول لك اننا دخلنا في ملعب ربيع، دخل عليها الدخله اللي هي وفي ثانيه الا ثانيه كان شاطها. بس حصلت مشكله جديده، البنت ما بتتكلمش غير روسي. قال لك ودي تفوتني، طلع لها برنامج ترجمه وقعد يعطف ويلطف بالمصري والبرنامج يترجم بالروسي، وتمت العمليه. في اللحظه دي رضا كان شايف ان العمليه واسعه عليهم، بمعنى اصح يلزمهم فرده زياده ويكون قلبه ميت. الكلام على الشايب. فرجعوا مصر يفكروا ويتكتكوا ويضموه. الراجل ما خدش وقت كتير في انه يوافق بعد ما اتفق على 20 مليون، وال20 مليون دول هياخدهم سواء العمليه نجحت او ما نجحتش. تمام جدا كده، ما بقاش فاضل غير رسم اللمسات الاخيره للخطه ونبدا التنفيذ. فطلعوا السعوديه للمره الثانيه ومعاهم الشايب، وبداوا يراقبوا تايسون اللي هو الملاكم، واتكلموا في كل تفاصيل الدخول والخروج. وبعد ما الحكايه اترستقت على الاخر هنبدا العمليه. رضا وربيع دخلوا الملعب، وبعدين ربيع اخد كوري وخطفوا السواق اللي المفروض هيوصل الملاكم بعد الماتش. وخلص الماتش وربيع خطف الراجل والساعه في ايده. بس عندنا مشكله، الملاكم ده لو بس ريح عليهم ايده هيكلفتهم كلهم. معلومه زي دي مش هتفوت على ربيع، صاحبنا معاه منوم انما ايه ينيم الفيل. بس الفيل بقى لان الحقيقه انها ما اثرتش في التاني، وبقى ربيع بيسوق ورضا بيحاول يخدره باي شكل. الحكايه عكت منهم وقامت مطاردات قويه جدا في شوارع الرياض. ربيع بكل الطرق حاول يخلع من رجاله سلطان الغول بس معرفش. وهنا يجي دور الشايب، دخل عليهم بحته مقطوره من اللي على وضعهم ورفع الباب على اساس يدخلوا جوه. نيموا الملاكم والدنيا بقت هاديه، وخطفوا الساعه ودخلوا جوه. ايه بقى
الراجل فاق تاني وبقينا في انتظار عركه جامده جدا بين الثلاث اخوات والبغل ده. كل ده بيحصل والشايب ساحب التريلا الكبيره ونازل دعك في رجاله سلطان، وبقينا اكشن جوه واكشن بره، اكشن جوه واكشن بره. فين وفين على ما الرجاله نيموا صاحبنا والشايب قدر يوصل لبر الامان. الخطه بتقول ان الرجاله هيدخلوا بيهم في مكان زي الملاهي، والمكان ده ممنوع العربيات تعدي منه، فركبوا موتوسيكلاتهم وانطلقوا. كالعاده رجاله سلطان مش هيسيبوهم في حالهم، اذا فالاتفاق ان الكوري هيستناهم جوه ياخد الساعه ويهبق وهم بقى يخلعوا باي طريقه. وفعلا رمضان اداهاله وهو كمل تنطيط زي القرد. في نفس اللحظه رضا وربيع والشايب اتزنقوا وسط اكتر من 20 راجل، قالوا لك ما بدهاش والعركه لابد منها. عملوا الغلط مع ال20 راجل وقاموا طالعين على التليفريك، اخدوا رمضان وتمت العمليه. شويه ورؤوف كان عندهم بس باتفاق جديد، قال لك انا هاخد الساعه لوحدي وهروح للراجل يطلع منها فصوص الالماظ وارجع لكم. كده الكلام دخل في العوق، لان الاتفاق ان كلهم هيروحوا بربطه المعلم عند الراجل. يبقى انت ليه عايز تاخد الساعه وتختفي عننا؟ بس رؤوف كان عنده سبب منطقي، وهو ان وشوشهم معروفه للحكومه اللي قلب عليهم الدنيا. فراح ساعه والتانيه والتالته لحد ما رجع بالالماظ. عايز اقول لك الفرحه ما كانتش سايعاهم، وقالوا لك بس الدنيا ضحكت لنا من تاني. وبما ان الرجاله دي مش تمام ومش سالكه، فكان لازم يلبسوا في حيطه، لان بعدها رؤوف اختفى. فشكوا في الالماظ اللي معاهم وجابوا خبير يكشف عليه وطلع فالصو. الشايب ما عجبوش الكلام وقال لك لا، اللي طلب مني اتعمل، يبقى كده عداني العيب وليا في ذمتك يا عم رضا 20 مليون. وبالشكل ده سلطان الغول سمع القصه كلها من طقطق لسلام عليكم. مش محتاج اقول لك انه ما صدقش ولا حرف، اصل كلام رضا معناه ان لا الساعه معاهم ولا حتى الالماظ. قال لك لا، مفروض تصدقني لان الحكايه لسه ما خلصتش. تعال نكمل. اللي حصل بعدها ان رؤوف ظهر وقال انه كذب في موضوع صقر، لان سلطان الغول لا يعرف صقر ولا حتى كلفه يسرق الساعه. صقر هو اللي كان عارف ان سلطان الغول بيدور على حد علشان يسرق ساعته، فراح لرؤوف وقال له ان العمليه دي محدش هيعرف يعملها غير ولاد رزق. وبما ان ولاد رزق كانوا وقتها شبعانين والدنيا معاهم زبادي في الخلاط، فكان لازم يجوعهم. ازاي؟ بانه يحرق المعرض بتاع رضا، وبكده هيرجعهم على الجنط ويدخلوا تاني في الشغل الشمال. طب هل كل اللي اتقال معناه ان رؤوف له يد في حرق المعرض؟ ايوان طبعا الرجاله اتخانقوا معاه وضبوه، بس مش ده المهم. خلينا اكمل لك الموضوع. رؤوف بيحكي وبيقول انه كان متفق مع صقر يتقابلوا في الرياض، يسلموا الساعه يفصصوها وياخد هو الالماظ، وفي مصر يديله الالماظ وياخد نصيبه وشكرا. بس اللي حصل بقى ان صقر نصب عليه واداله الماظ فالصو. ده كمان لما تقابله في مصر هدده انك جبان ومش هتقدر تقول لولاد رزق على عملتك المهببه، ما انا لو غدرت بيهم فانت كمان غدرت بيهم. اشرب بقى. رؤوف يكش ويخاف. هقول لك لا، ما هو راح لهم وقال على كل حاجه. والاول مره بنشوف رضا يفقد اعصابه ونزل فيه دعك وسابوه يمشي. في الفتره دي كانوا عايشين اسوأ ايام حياتهم، انه عايز فلوسه والشايب عايز فلوسه وحاجه يعني غلب. ساعتها كان سلطان خلاص جاب اخره وحقن رضا بسم هيقتله خلال 10 دقايق. فيا تحكي لي الحقيقه الكامله وتعرفني ساعتي فين، ووقتها هديك الحقنه اللي هتنقذك، او تكمل لف ودوران وهسيبك تموت. فكمل وقال ان ساعتها النونو ما قدرش يصبر وحط عليهم اساور مدتها 7 ايام، لو ما دفعوش قبلها هيموتوا. ما هي خلاص طبلت من كل ناحيه. فقعدوا يفكروا وقالوا الحل اننا نبدا من عند الشربيني. وقبل ما نكمل خلينا في الحاضر مع رضا اللي خلاص الحقنه قربت تجيب اجله. سلطان دلوقتي كل اللي عاوز يعرفه مين الراجل اللي هيشتري الساعه، ما هو لو عايز يلاقيها يبقى يدور على المشتري. المفاجاه ان رضا استسلم وقال على اسم المشتري والمكان الموجود فيه دلوقتي. المفاجاه الاكبر ان صقر كان زارع كاميرات في المكان وسامع كل حاجه، وبالتالي هيسبقهم ويروح يبيعها ويقبض ال20 مليون اخضر. صقر ما فكرش كتير وطار على هناك، وفي نفس اللحظه شاف رضا وهو بيموت بالبطيء. ساعتها بنشوف ولاد رزق اتجمعوا علشان ينقذوا اخوهم، لكن على مين؟ سلطان ربطهم وسأل لاخر مره الساعه فين؟ خليني اعرفك، ده يبقى المشتري. صقر لعبها صايمه وغدر بالجميع واستلم فلوسه وسلم الساعه. ولما اتاكدنا انها اصليه 100% بنعرف اخر مفاجاه، لان ولاد رزق ظهروا في نفس المكان ومعاهم رؤوف وعملوا احلى بخ في تاريخ صقر. دماغك عملت ايرور صح؟ تعالى وانا هقول لك اللعبه اتعملت ازاي. يوم لما رضا عمل الغلط مع رؤوف، الحقيقه ان وقتها رؤوف ما سابهمش ومشي، لا دول قعدوا يفكروا ازاي يرجعوا الساعه. بدايه الكلام بنعرف ان عمليه خطف رضا من رجاله سلطان الغول كانت من ضمن الخطه. بمعنى اصح رضا اتخطف بمزاجه، بس مش خطف حقيقي، لا ما هي الرجاله اللي خطفته تبعهم وفي الحقيقه ما يبقوش رجاله سلطان الغول. يعني عمليه خطف
في كده وكده. وبما ان العمليه تمت في الكباريه بتاع الشربيني فالخبر وصل لصقر، وهنا بيجي دور رؤوف هيكلم صقر ويقول له ان رجاله سلطان الغول خطفوا رضا اللي اكيد هيعترف لسلطان بكل حاجه وهيعرف ان انا وانت اللي سرقنا ساعته. ولو مش مصدقني يا عم صقر افتح اللينك اللي بعتهولك هتلاقي فيه كاميرات المصنع بتاع سلطان. طيب وايه حكايه الكاميرات؟ قال لك ما هو ولاد رزق كانوا مهكرينها ومعرفيني المعلومه دي. الفضول اخد صقر وفتح اللينك، ووقتها رضا كان واخد سلطان يمين وشمال وعمال يدخله في قصه ويخرجه من حدوته. كل بقى القصص والحواديت اللي رضا قالها هتخلي عيون صقر تلمع ويطمع في ال20 مليون اخضر. وبكده رسموا خطه مكتمله الاركان ما عدا حاجتين. الاولى هيجيبوا المشتري منين؟ قالوا لك سهله، فؤاد بيه واحد تبعنا وعايز مننا فلوس وهيوافق لما يعرف اننا هنرد له فلوسه من تمن الساعه. طيب حلو، والتانيه دي بقى تخص سلطان الغول. ما هو اتضح ان صقر لا يعرف سلطان الغول ولا عمره شافه، فاحنا لو جبنا اي حد وخليناه يتقمص دور سلطان هتبقى ملعوبه وبشياكه. وبالفعل جابوا واحد صاحبهم علموه ودربوه، والحقيقه ان الراجل عمل الدور على اكمل وجه يا ولاد اللعيبه. وبعد كل اللي شفناه وكل اللي سمعناه خليني اقول لك ولاد رزق ضربوا القضيه وخلص الفيلم.